أشهد الله أيها المشاهد الكريم أنني ذهبت إلى طاغية جبار كان قد آل إليه شيء من السلطان في مصر. كنت أدعوه إلى الله وإلى صراطه المستقيم وأعظه وآمره وأنهاه في مكتبه بيني وبينه، فلما رفض بعد 5 زيارات وظهر على حقيقته أنه يحارب الإسلام، قلت له: إن فيك من فرعون أمورا 3. قلتها وأنا أظن أنني أقتحم عليه عزته، فإذا هو يفرح لأنه وصف بأنه فرعون. قلت له: فيك من فرعون أنك تتسلط على القلوب فلا ترى لها حقا في أن تؤمن إلا بإذن منك، والإيمان يتكئ على الدليل والبرهان ويفرض نفسه على القلوب. وفرعون يقول: آمنتم له قبل أن آذن لكم. سخافة في التفكير وسطحية في فهم الأمور. ثانيا، كان فرعون يرمي المصلحين بأنهم مفسدون، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إمام المفسدين يخاف من نبي رسول كريم من أولي العزم كلمه الله تكليما يخشاه أن يفسد في الأرض، وهو سيفسد عليه سلطانه، ويقول: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثالثا، كان هذا الطاغية يخوض المعركة وفي يده الحديد والنار ضد العقائد تماما كما فعل فرعون، إذ قال: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وكما علمنا الله من نبأ فرعون أن الباطل المدجج بالسلاح مهما طغى وبغى فلا بد أن ينهار أمام الحق، وإن كان أعزل انهار هذا الطاغية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.